مرحبا يا جماعة. تعرفوا إنه في كتير أشياء كانت جزء من عالمنا وراحت للأبد، أشياء حقيقية مو أساطير. عاشوا الناس معها وشافوها ولمسوها وبعدين اختفت وكأنها ما كانت. اليوم رح أخذكم برحلة غامضة من السهول البعيدة لجبال الجليد، ومن المدن القديمة للغابات اللي ما عاد إلها وجود. بس قبل ما بلش فكروا معي، شو الشي اللي بتخافوا يختفي من حياتكم فجأة؟ حصان التاربان البري. تخيل حالك واقف بسهول فاضية والشمس عم بتغيب والهوا بارد، وفجأة بيطلع قدامك حصان بري رمادي اللون وعيونه فيها لمعة غريبة وكأنه جاي من زمن تاني. هاد هو حصان التاربان، عاش بأوروبا الشرقية لآلاف السنين، كان رمز للحرية والقوة. بس البشر مثل العادة ما تركوا بحاله، صيد مستمر وأراضيه اختفت، ومع بداية القرن التاسع 10 كان آخر واحد فيهم عم بيتنفس آخر نفس. طيب لو كان واقف قدامك هلأ كنت رح تلمسه ولا تخاف منه؟ السلحفاة العملاقة بجزر بعيدة كانت تعيش مخلوقات بطيئة بس قوية، قادرة تعيش أكثر من 100 سنة. السلاحف العملاقة كانت تتحرك ببطء بين النباتات، ما عندها أعداء تقريبا إلا نحن البشر. أكلناها وخربنا بيئتها، ولما أدركنا قيمتها كان الأوان فات. برأيكم إذا عشنا 100 سنة مثلها شو كان رح يتغير فينا؟ اللغة الأكدية. في حجر قديم مليان رموز ونقوش مكتوبة بلغة ما عاد حدا يحكيها، اللغة الأكدية، لغة الملوك والحضارات اللي عمرها آلاف السنين. اليوم ما بقى حدا يعرف ينطق بطلاقة إلا كم باحث بيحاول يفك شفراتها من جديد. سؤال: إذا لغتك الأم اندثرت بتحس حالك فقدت جزء من هويتك؟ طائر الدودو. جزيرة صغيرة بالمحيط كان يعيش عليها طائر غريب، ما بيطير ما بيخاف، اسمه الدودو. عاش بهدوء، ما بيعرف الخطر، لحد ما وصل الإنسان وجاب معه الفوضى وأكلوا، وجابوا حيوانات وأكلوا بويضة، وبهيك خلال سنين قليلة ما عاد بقى منه ولا حدا. طيب إذا شفت هذا الطائر بالحقيقة شو رح أول شي رح تعمله؟ تصوره ولا تحاول تحميه؟ أما الثلوج يلي بقمة إفريقيا جبل كليمنجارو كان مغطى بثلوج أبدية، منظر أسطوري فوق الغيوم. بس اليوم الجليد عم بيدوب ببطء وكل سنة بيختفي جزء أكبر. التغير المناخي عم ياكل الماضي قدام عيوننا، وعم يقلنا إنه في أشياء إذا راحت ما رح ترجع. شو رأيكم؟ نحن لسه فينا نلحق ننقذها ولا فات الأوان؟ حضارة حضرموت القديمة بين الرمال اليمن بإطلال الحضارة القوية. حضرموت كانت مدنها مزدهرة، تجارتها واسعة، والناس عاشوا حياة مليانة خير. بس الحروب والجفاف والوقت كلهم اجتمعوا وصارت مجرد ذكرى. لو قدرنا نرجع بالزمن ليوم واحد بهديك الحضارة، شو أول مكان رح تزوروه؟ الأسد الآسيوي ملك الغابة، مو بس بإفريقيا كان كمان بآسيا. أسود ضخمة مهيبة كانت تجول بين الغابات والسهول، بس الصيد الجائر دمر أعدادها. اليوم بقى منها عدد قليل جدا بزاوية صغيرة من الهند. إذا كنت بوجه أسد آسيوي رح تحس بالخوف ولا بالإعجاب؟ غابات الاستوائية المختفية. زمان كانت الغابات الاستوائية على مد النظر، مليانة ألوان وأصوات حياة، بس البشر قطعوا أشجارها وبنوا مكانها مصانع ومدن. اليوم في مساحات واسعة منها راحت للأبد. برأيكم نستاهل نعيش على أرض فقدت نص حضارتها؟ مدينة بومبي المدفونة. بومبي مدينة رومانية مليانة حياة وضحك وأسواق، بس بليلة واحدة بركان انفجر والرماد غطى كل شي، جمد الناس بآخر لحظة من حياتهم. واليوم نمشي بين شوارعهم ونشوف وجوههم كأنه الوقت وقف. تخيل إذا مدينتك اختفت هيك فجأة، شو آخر مشهد بتحب تتركه وراك؟ يا جماعة، هاي القصص اللي حكيت لكم عنها كانت موجودة ومزينة كوكبنا، وناس شافوها وحبوها.
وبغمضة عين صارت ذكرى محفورة بالحجر والرمل. يمكن بكرة يجي دور مدينتك أو مدينة تانية أو حيوان تاني، ويمكن حتى يكون دور مدينتك أو مدينتي. الدنيا ما بتعطي إنذار قبل ما تاخد، واللي بيروح مو دايما بيرجع. وهلأ صار فيني ودعكم، واستنوني بقصة جديدة وغامضة ومليانة أسرار. تابعوني وحبوني، من لايكاتكم لا تحرموني. مع السلامة.